السلام عليكم. دي معانا رينو ميجان 199. ماشي. طبعا انتوا عارفين ان الديسك والصيانه بتوع الميجان 99 لما بتغيروا بتعوز تفك الموتور كله بره، لان قواعد الموتور بتبقى على القنطره مش على الشاسيه نفسه. طبعا احنا فكينا اصلا نغير ديسك واسطوانه وصاحبها جايه العربيه مقطوره، هي اصلا مقطوره العربيه، فاحنا بنفك نغير ديسك واسطوانه وسي كرنك امامي وكرنك خلفي والسي كامه. تمام. لقينا سلك كتيره طالع كده نصين والعربيه مش دايره، فبكلم الزبون بيقول لي انا مبطلها سليمه. فيا عم ازاي الكلام ده؟ قال لك مبطلها سليمه. فطبعا هو اصلا ما عندوش خلفيه اصلا عن الميكانيكا خالص، او ما عندوش خلفيه اصلا عن الموضوع نفسه، يعني ما عندوش اصلا خلفيه خالص ان ازاي العطل ده، هو ما يعرفش اذا كان ديسك واسطوانه ولا حاجه في الكتينه. فطبعا احنا ركبنا قلت كرنك امامي وكرنك خلفي وكاما، وبركب ديسك واسطوانه. فهنقفل سير جديد ويدعي ربنا ان شاء الله انها ما تكونش جابت صوابات. وبرده معلومه، لان اللوجان واحد كاما والميجا 99 لما بيقطع سير الكتينه تمام مش لازم تجيب صوابات، مش شرط تجيب صوابات. تمام. هنقفل وان شاء الله وندور. لا هو ملوش علاقه ده. تمام. بس هما الديسك والاسطوانه فعلا بايظين، يعني هو اصلا زبون عندي وهو انا كنت معرفه انهم بايظين، فهو هتلاقي افتكر ان العربيه مثلا لما بطلت منه ووقفت خالص مفيش غيارات مفيش دواره، فهو افتكر ان ده ليه علاقه بده. فحتى بقى العربيه اصلا لما جت له العربيه يعني للاسف يعني هو البطاريه فيها كانت بايظه، احنا لسه جايبين بطاريه جديده دلوقتي حالا. تمام. واحنا اصلا يعني جبنا بطاريه بعد ما فكينا، يعني ما جبناش بطاريه حاولنا ندور العربيه، هي جت لنا مقطوره ودخلناها، واول ما جبنا بطاريه جديده طبعا احنا كنا فاكرين الموتور خلاص. البطاريه لسه قرب كده يا محمد، ثواني قرب كده سوا كده البطاريه لسه البطاريه حتى بكياسها، ما يعني احنا يا دوب حطيناها بس في العربيه. تمام. وما دورناش لان الموضوع اصلا كان خرج بره، فلما فكينا لقينا السير طلع نصين. بس انا هطمنكم لسبب ان هي هتدور. ايه هو السبب؟ ان الترس الكامه ده، قرب يا محمد كده معلش، الترس هنا فيه سهم، السهم اللي فوق ده. تمام. يعني السهم ده العادي بتاعه ان هو بيكون وشه فوق، يعني وضع السهم كده بيكون فوق. ماشي. لما السير الكتيره اتقطع احنا لقينا السهم ده فوق، فطول ما السهم ده فوق انا هضمن للزبون ان العربيه ان شاء الله ما فيهاش صوابات، لان لو السهم ده مثلا في تحت او يمين او شمال اساس جابت صوابات. فطول ما السهم ده بيبقى فوق فهو ربنا بيحبه ان العربيه وضع الصباط خلاص بقى بعيد عن البستم. في الحاله دي بنقفل الكتينه وبنجرب. فهقول لكم انها بنسبه 60% او 70% ان طول ما السهم فوق مش هتجيب معاه صوابات. لو 60% او 50% السهم يمين او شمال دي جابت صوابات، لان بيبقى طلوع البستم في وش الصباب بيكسر على طول بيجيب صوابات. انما انا لما فكيت لقيت ان السهم ده بتاع الفابريكا فوق، فالكتيره لما قطعت على وضع ان الصباب مظبوط. تمام. هنقفل كده وندور وربنا يسهل.